ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني ايه فحوى الخطبه اللي ممكن يعني تكون عملت اي استفزاز زي ما هم بيقولوا يعني المعتدين على حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية من فضل الله سبحانه وتعالى أنني تحدثت عن مكارم الأخلاق في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، حتى ننهض بأخلاق حميدة متأسية بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الموضوع يهمني جدا أن أبدأ بتربية الأخلاق الحميدة في نفوس القوم. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا الله عز وجل بالمجتمع الذي نعيش فيه في هذا الحي، أنهم لم يكن بيني وبينهم شيء، بل أن هؤلاء القوم الذين أتوا ما هم إلا يعني من خارج المكان، من خارج المكان تماما. والاعتداء الظاهر الحي ما كان منا إلا أن نقابل الإساءة، هذه الإساءة بالحسنة. كان هذا الأمر يتطلب منا أن نواجهه بنوع حتى يعني ماذا وراءكم؟ من الذي قام بتسليطكم؟ فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا الله عز وجل بالصبر والتؤدة في مواجهة هؤلاء القوم.